السلام عليكم. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نديرو امتحان في ديداكتيك الرياضيات لدورة 2023 في تخصص التعليم المزدوج. لابد لنا ملي تنبداو اي امتحان خصنا نقراو ديك لوحه ديال التعليمات تتبين لك نوعيه زعما عدد الاسئله ونوعيه الطريقه باش يتم تصحيح هذا الامتحان، سيتادير السيستيم واش هو غيكون كنديان، الا كان عندك جواب خطا غيكون ناقص نقطه الى غير. ضروري تقرا هذه الصفحه الاولى. نبداو على بركه الله. الطريقه باش نقدم لكم ديريكت الجواب الصحيح. بالنسبه للسؤال 51، التعاقد الديداكتيكي هو الجواب الصحيح هو ب مجموع سلوكيات المدرس المتوقعه من التلميذ وجميع السلوكيات التلميذ المتوقعه من المدرس. بالنسبة للسؤال 52، الهدف الرئيسي من اعتماد وضعية المشكل الديداكتيكية. دائما الهدف هو أن التلميذ هو يكون محور عملية التعليم التعلمية. إذا الجواب الصحيح هو ب وضع المتعلمين في قلب التعلم وتشجيعهم على الانخراط. السؤال 53، يتم تقديم وضعية المشكل الديداكتيكي عبر مراحل منهجية مرتبة على الشكل التالي. دائما إلى رجعنا في المنهج المراحل اللي هو مرحلة الفعل، مرحلة الصياغة، مرحلة المصادقة ومرحلة المأسسة. إذا الجواب الصحيح هو ب. بالنسبة للسؤال 54، يعتبر التقويم وسيلة للكشف عن مواطن القوة من أجل تثمينها ومواطن الضعف من أجل تجاوز ويتم استثمار نتائج التقويم من خلال آليتين هما يكون التقويم ماشي تبع التقويم. إذا الدعم والمعالجة. إذا الجواب الصحيح هو ب آلية الدعم والمعالجة وآلية تحسين طرق التدريس. السؤال 55، تعتبر نظرية وضعيات نموذجا يمكن المدرس من اختيار وتدبير وضعيات تعليمية تعلمية تتيح له بناء المعارف الرياضياتية الجديدة. تنبني هذه النظرية على فرضية مفادها أن التلميذ تكون له ماذا؟ إذا الجواب الصحيح هو السي تمثلات قبلية بخصوص المفاهيم الرياضياتية المراد اكتسابها أو المعارف الغير كافية يطرأ عليها تحولات ويعاد تنظيمها وترتيبها من خلال وضعيات ديداكتيكية. بالنسبة للشق الثاني سنعمل على الوضعيات. الوضعية الأولى، قدم أستاذ وضعية تالية: عرض عبد الله تغليف هدية لصديقه بورق وشريط تزيين هدايا. انظر الشكل. ما قياس الأدنى لطول شريط تزيين هذه الهدية؟ الأسئلة 56 و57 و58 مرتبطة بالوضعية الأولى. سؤال 56، طبيعة وضعية المقترحة من طرف الأستاذ هي، فهو التمرين، فهو الجواب الصحيح هو أ، فهي وضعية ديداكتيكية تتطلب من المتعلمين مكتسبات قابلية لحل هذه الوضعية. إذا الجواب الصحيح هو أ. بالنسبة للسؤال 57، المعينات الديداكتيكية المساعدة على فهم الوضعية الأعلى هي، الجواب الصحيح هو دي كما مبين في الشكل، نعمل على شكل متوازي المستطيلات وورق تزيين وشريط تزيين. بالنسبة للسؤال 58، من أي مجال من المجالات الرياضية يتم استثمار الوضعية المناسبة لحل هذه الوضعية؟ الجواب الصحيح هو أ، مجال القياس ومجال الهندسة وحل المسائل ليس بمجال. إذا مشينا شفنا المنهج فهو ماشي مجال. حل المسائل بحال اللي قلتي نقدروا نلقاهم في مجال ديال القياس، نحل واحد المسألة، واحد التقنية تستعملوهم بحال الاستدلال والتطبيق إلى غيرها، ليس بمجال. إذا الجواب الصحيح هو أ. بالنسبة للسؤال 59، يعتبر الجمع بالإكمال من بين التقنيات التي تستعمل في الحساب في السلك الابتدائي ويلجأ إليها المدرس في تقديم. الجواب الصحيح هو الدي اللي هو الجمع. عندما أتكلم عن الجمع بالإكمال، فشنو هو الجمع بالإكمال؟ هو مثل نقول 5 زائد شي حاجة تعطيني 6، تنقلبوا على ديك الحاجة. سؤال 60، لبناء العدد الصحيح الطبيعي كرئيس مجموعة نستعمل المفاهيم التالية. الجواب الصحيح هو السي، خط مغلق مفتوح داخل خارج، تواصل حد بحد، عدد عناصر المجموعة. سؤال 61، يتم بناء نشاط لمفاهيم الرياضياتية من طرف المتعلمين في التعليم الابتدائي. الجواب الصحيح هو ب، بالمشاركة بالأنشطة المناولاتية.
بالنسبة للسؤال 62، النهج الرياضياتي الملائم لحل وضعية المسألة التقويمية بطريقة واضحة ودقيقة هو الجواب الصحيح هو الدي. الفعل، الصياغة، المصادقة والمأسسة. أصلا درنا المراحل اللي هو مرحلة الفعل، مرحلة الصياغة، مرحلة المصادقة ومرحلة المأسسة. بالنسبة للوضعية الثانية، يقدم مفهوم في مادة الرياضيات وفق التدرج يوافق مراحل النمو المعرفي للمتعلم ويتطور من مستوى دراسي معين إلى مستوى دراسي أعلى. يقدم منهاج رياضيات الكتلة من خلال المضامين التالية. بالنسبة للتدرج الصحيح المعتمد في تقديم الكتلة هو الجواب الصحيح هو الدين. في البداية العلاقة بين الجرام والكيلوغرام، ثم أجزاء الكيلوغرام، ثم مضاعفات الكيلوغرام، ثم القنطار والطن. بالنسبة للسؤال 64، الدعم التربوي المناسب لتمكين المتعلمين من استيعاب مفاهيم الرياضيات هي مركبة هو الجواب الصحيح هو ب. إنجاز أنشطة على شكل ألعاب تعليمية. السؤال 65، تتم مقاربة مفهوم القسمة الإقليدية في المدرسة الابتدائية انطلاقا من وضعيات التوزيع بالتساوي، ومعالجة وضعيات التوزيع بالتساوي تسمح بمناولة سواء كانت باعتماد وسائل محسوسة أو شبه محسوسة على أن يتم بالتوازي مع هذا الربط مفهوم القسمة بعمليات التي يمكن أن تجرى على الأعداد الممثلة للمقسوم والمقسوم عليه للحصول على الخارج والباقي. ولهذا الغرض يمكن اعتماد هذه المعينات الديداكتيكية المناسبة في هذا المثال. الجواب الصحيح هو ب. جداول التوزيع والفروقات المتساوية. نخلي لكم التعريف ديال جداول التوزيع والفروقات المتساوية. بالنسبة للسؤال 66، يتم تقديم مفهوم حساب جداء عددين كسريين مختلفين عن طريق وضعية ديداكتيكية تتضمن حساب القياس. فالجواب الصحيح على ما أظن أنا هو مساحة المثلث، وكاين الشك حتى بمساحة المستطيل، حيث مساحة المستطيل هو الطول في العرض اللي غنخلي لكم الشكل ديالها. اما المساحه ديال المثلث هو الضلع اللي هو الارتفاع في مظروف الضلع اللي تيتم الاسقاط عليه الارتفاع مقسوم على اثنين. اذا الجواب الصحيح هو دي على ما اعتقد. الوضعيه رقم 3، قدمت أستاذة وضعية تالية لتلاميذها: أي شكل فيه نصف عدد النقاط السوداء. بالنسبة للسؤال 67، المجال الذي تندرج فيه هذه الوضعية هو مجال ماذا؟ اللي هو الجواب مجال الأعداد والحساب. حنا نحسبوا النصف ديال الأعداد ديال النقاط السوداء. بالنسبة الوضعية الرابعة، قدمت أستاذة الوضعية الديداكتيكية التالية: خلال إحدى المسابقات حقق المتسابقون 3 الأوائل في المسافة 300 متر الأوقات التالية، اللي هو عندنا أحمد ومحمد وطه. هاي الأوقات كيف ما كاين في الشكل 1 سكوند. بين ترتيب كل من المتسابقين الثلاث. هل حقق هؤلاء المتسابقون الثلاث توقيتا أكبر أو أصغر من 23 سكوند؟ خلال المسابقة الثانية كانت النتائج كالتالي: حدد ترتيب كل من المتسابقين الثلاث. الأسئلة 160 69 70 مرتبطة بالوضعية الرابعة. السؤال 68، تهدف هذه الوضعية إلى الجواب الصحيح هو سي. تقويم ترتيب الأعداد العشرية. حنا نرتبوا هاد المتسابقين اللي هو أحمد ومحمد وطه مقارنة مع ديك 23 سكوند. السؤال 69، المعرفة الضرورية لحل الوضعية أعلى هو الجواب الصحيح هو ب. ترتيب الأعداد العشرية. خصنا نعرفوا العدد العشري مقارنة مع العدد العشري الآخر شكون كبر وشكون صغير. بالنسبة للسؤال 70، تعتبر الأعداد العشرية في الوضعية الأعلى. الجواب الصحيح هو المتغيرات الديداكتيكية. نوريكم شنو هو المتغير والمعينات. المتغيرات هو اللي تيكون داخل المسألة، اما المعينات فهما الحوايج اللي تتعاوننا، مثلا بحال الكتاب، بحال المسطره الى غير ذلك المعينات. غنخلي لكم التعريف ديال المتغيرات والمعينات الديداكتيكيه. بالنسبه لهاد الصفحه اللي فيها الاسئله 71 و72 و74 و75 قدمت لكم ديريكت الجواب. اصلا الى قريتوا المنهج غيعطيكم كاع الاجوبه، اذا بلا ما نبقى نقرا ويجي الفيديو طويل. وبالتوفيق للجميع والنجاح للجميع.